لو سألتوني عن ايه الحاجة الوحيدة اللي الإنسان يحارب علشانها، هقول لكم هو إحساس الأمان. الأمان مهم جدا علشان ان احنا نمشي في الحياة، نعمل المطلوب مننا بالشكل المطلوب من غير ما نحس ان في حاجة بتضغط علينا. هحكي لكم قصة. القصة دي مشهورة، انا مش عارفة صراحة القصة دي حقيقية ولا هي فقط قصة رمزية، بس المغزى بتاعها حلو جدا. وهي قصة شاب كان في اول حياته ودخل مشروع حط فيه كل فلوسه، والمشروع خسر وهو خسر كل فلوسه، فحزن طبعا وحس ان دي نهاية الدنيا وانه خلاص مش هيقدر يعمل اي حاجة تانية. وفي يوم من الايام وهو قاعد على البحر تعبان وبيفكر هيعمل ايه، جه شخص عجوز قاعد جنبه وسأله مالك، فقال له دخلت مشروع وخسرت فلوسي وهكذا. فقال له ما فيش مشكلة خالص، انا هسلفك المبلغ اللي انت محتاجه. انا الشخص فلان الفلاني وانا ثري وعندي فلوس كتير جدا، هسلفك المبلغ على شرط انك بعد سنة من دلوقتي تيجي ترد لي المبلغ ده في نفس المكان. واتفقوا، والشاب فرح وحس ان طاقة القدر اتفتحت له وبدأ يشتغل. اخد الشيك وحطه عنده، ما صرفهوش، قال لما احتاجه هبقى اصرفه. وبعدين بدأ يشتغل، وفعلا بعد سنة مشروعه وقف على رجله وزادت الانتاجية وراح يسد الدين في نفس المكان على الاتفاق. والمفاجأة ان الشخص العجوز ده طلع لا هو ثري ولا الشيك فعال ولا اي حاجة، ده طلع مريض الزهايمر. وبيختلق القصة دي وبيقولها. المغزى من القصة انه الانسان ده مجرد ما حس بالامان بدأت انتاجيته تزيد وبدأ يحس انه مسنود، فبدأ يفكر في المستقبل وبدأ يشتغل للمستقبل ويعمل المستقبل بدل ما قعد يفكر في الماضي وازاي هقدر اعمل وازاي هنجح وازاي. فاحساس الامان مهم جدا، مجرد ما تلاقوا الامان امسكوا فيه. يعني الامان على فكرة مش هو الامان المادي، يعني بنلاقي في اسر فقيرة او يعني مستواها مش احسن حاجة ومع ذلك مبسوطين وعايشين مرتاحين وحاسين ان هم مالكين الدنيا، وده بسبب احساسهم بالامان من بعضهم. الزوج حاسس بالامان ان زوجته بتصونه بتحافظ عليه، الزوجة حاسة بالامان مش دايما متأهبة للغدر، الاولاد في استقرار علشان شايفين ان اهاليهم بيتعاملوا بثقة وبامان مع بعض. فاحساس الامان مهم جدا، هو ده الاحساس وهو دي الحاجة اللي احنا بس نحارب علشانها في الدنيا. فمكان ما تلاقوا الامان انصبوا خيمة